التحقيقات والتقارير المحلية أظهرت أنها تعرضت للتعذيب لمدة نحو 9 ساعات واغتصاب متكرر قبل أن تقتل بطريقة وحشية، حيث تم ضربها ورمي الحجارة عليها حتى الموت. في ذلك الوقت كانت المنطقة تحت سيطرة جماعات مسلحة متشددة، ويشتبه أن منفذي الجريمة كانوا أعضاء من جبهة النصرة أو جماعات متطرفة مشابهة، رغم عدم صدور تقارير رسمية عن محاكمتهم. كانت سوزان ديرو كاركور شخصية محبوبة ومعروفة بخدمة المجتمع، لذلك أثارت وفاتها المروعة صدمة واسعة. تعتبر هذه الجريمة مثالاً صارخاً على المخاطر التي يواجهها المدنيون، خاصة النساء وكبار السن، في مناطق النزاع، وعلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في مثل هذه المناطق.